أكتر حاجة بتفرحنا بجد إننا وسط دوشة الأيام وضغط الشغل وطلبات البيت اللي ما بتخلصش نلاقي نفسنا بنعمل حاجة بنحبها، حاجة تحسسنا إن لسه لينا روح ولسه لينا نفس. وقبل ما أي كلام، عايزة أمسي على أماراتي الحلوين اللي من غيرهم ما كنتش قدرت أكمل ولا أعمل اللي بحبه ولا أقدم محتوى حكايات سيلة بالشكل ده. النهاردة بقى مش هحكيلكوا عن حد، هحكيلكوا عني شوية، عن حياتي اللي كنت طول الوقت شايفاني فاشلة جواها، وهي في الحقيقة كانت محتاجة شوية رحمة مش أكتر. أنا زي أي كنت فاكرة إن علشان أبقى ناجحة لازم أبقى مثالية، تربية إيجابية، ولاد دايماً هاديين، وبيت دايماً منظم على سنج 10، تصرفات مظبوطة وشكل بيرفكت قدام الناس طول الوقت. وده كان مجهود فوق طاقتي بكتير، مجهود خلاني أوقات كتير أنهار والوم نفسي وأحس إني مقصرة حتى وأنا بعمل اللي أقدر عليه وزيادة. بس الحقيقة سبب كل جزء كبير من الضغط ده ما كانش أنا، كان الناس اللي حوالينا، اللي طول الوقت بينظروا ويعلقوا ويكبروا أي غلطة صغيرة كأنها كارثة كونية. فاكرة أول لما جبت بنتي الأولى وأنا الأول مرة، لسه بتعلم، لسه بكتشف الكائن الصغير اللي في إيدي واللي أنا مسؤولة عنه من أول نفس لآخر دمعة. لقيت فجأة كل واحدة حابة تحط بصمتها، اعملي كده، ما تعمليش كده، أكليها إيه، شربيها إيه، لبسيها إيه في الشتاء ولأ في الصيف، إزاي سايباها كده، إزاي مش عاملة كده. ولما كبرت شوية وكانت لسه بتلبس بامبرز، بدأ فصل جديد من التنظير. إزاي بنتك عدت سنة ولسه بامبرز؟ ده أنا ابني من 6 شهور كنت معلماه يدخل التواليت، ده أنا بنتي بعد 40 كنت بقعدها على الباتي. يا نفوخي، كل حاجة ومرحلة الباتي ترينينج تاني خالص. المرحلة دي البيت كله بيعلن حالة طوارئ الأم بتنسى نفسها وتنسى اسمها وتركز في حتتين ملهمش تالت. قرون الاستشعار عندها بتعلى، كل الحواس في حالة استعداد، وزيد عليهم حستين جداد، السادسة والسبعة، واللي منهم الأم تعرف إمتى ابنها أو بنتها هيحتاجوا يدخلوا التواليت قبل ما يقولوا وقبل ما يفكروا يقولوا. حرفياً الست بتخرج من المرحلة دي غير اللي دخلتها، بتكتشف نفسها من أول وجديد وتنسى النسخة القديمة خالص. نسخة كانت بتنام وبتاكل الأكل وهو لسه سخن، تشرب قهوتها قبل ما تتلج وطعمها يبقى ماسخ، تدخل الحمام لوحدها من غير ما حد يناديها كل 5 دقايق. المشكلة إن مع كل خطوة ما نقدرش ننفذها بالشكل الصح من وجهة نظر الناس، نبدأ بقى ندخل جوه دايرة جلد الذات. ليه بنتي كده؟ ليه ابني عمل كده؟ ليه مش زي ولاد فلانة؟ ليه أنا مش شاطرة زيهم؟ وادخل في دوامة مقارنة وأصدق إن الأمومة لازم تكون مظبوطة ونظيفة وهادية وما بتغلطش، مع إن الحقيقة الأمومة فوضى، حب زيادة عن اللزوم، خوف زيادة عن اللزوم، وتعب محدش بيشوفه غير اللي عاشه. أنا كنت فاكرة إني فاشلة علشان صوتي بيعلى أحياناً، علشان بتعب وعيط، علشان مش دايماً بعرف أعمل الصح، لحد ما فهمت حاجة مهمة قوي، إن ولادي مش محتاجين مثالية، محتاجين حقيقية، بتغلط وتصلح، تتعصب وتعتذر، تقع وتقوم. محتاجين حاضرة، مش نسخة معمولة للناس ولا متفصلة على مقاسات كلامهم وتعليقاتهم. أنا دلوقتي بطلت أسمع لدوشة بره وأعمل حساب تعليقات الناس اللي مش عايشين حياتي ولا حاسين ظروفي ومعاناتي، وبدأت أسمع لنفسي ولبيتي ولقلبي. وعرفت إن النجاح في الأمومة مش إنك تعملي كل حاجة صح، النجاح الحقيقي إن ولادك يحسوا بالأمان وإنك دايماً حضنهم حتى وإنتي تعبانة. دي ما كانتش حكاية قد ما كانت صوت ناس كتير زيي، وكلامي ده مش علشان أقول لكم إني جامدة ولا خارقة، لكن علشان أقول لكل بتسمعني دلوقتي:
أنت كفاية. أنت بتعملي اللي تقدري عليه، وولادك مش محتاجين أكتر من كده. لو عجبتك الحلقة اعملي لايك وسيبيلي كومنت قمر زيك يا أحلى قمرايا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة بستأذنكوا تشتركوا علشان عيلة فيلا تكبر بيكوا. واستنوني في حكاية جديدة من حكايات سيلا، حكايات شبهنا وعننا ومن قلب الواقع. ولو عايز تستمع بحلقة بريحة زمان وتحس بشوية هدوء من دوشة الدنيا وزحمتها، اسمع الحلقة دي. اسمعني بهدوء، أوعدك إنك هترتاح. بودكاست حكايات سيلا.